السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نعيشكم معايا لحظه بلحظه مباراه المغرب والبرازيل وشي حوايج ما شفتوهمش ترى وراء الكاميرا، فخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. شدينا الطريق من الرباط وصلنا لطنجة، وبحكم اننا مشينا بكري فخدينا من الوقت ديالنا ودرنا وتجولنا واحد شويه، درنا راسنا سياح في طنجة وخديتكم حتى نتوما معايا باش تشوفوا واحد شويه من الجماليه ديال طنجة. واول وجهه مشينا ليها هي مقهى الحفل اللي معروفه، وبحكم اننا كنا صايمين فكانت الدنيا خاويه، ولكن واخا هكاك ما حرمناش راسنا من هذا المنظر الزوين اللي كيكون فيها. من موراها مشينا لواحد البلاصه اخرى اللي كتجمع ما بين الطبيعه البحر والجبال، وما غاديش نهضر لكم، شوفوا المنظر راسكم. في هاد البلاصه بالضبط كتستمتع بالمنظر وكتنسى راسك، بحال داكشي اللي طرا لينا كنا غنساو بلي راه قرب الاذان وغادي خصنا نفطروا. غنبقاو بلا فطور، لقينا مرجان سادين وماكدو، شوفوا كيفاش داير الزحام. ومن مورا هاد الصدمه قررنا باش نشوفوا بلون بي ونقلبوا في بلايص واحد اخرين، وكانت هذه النتيجه. فطرنا بالخبز ناشف تبارك الله علينا. شفتوا هذه من قطر وهي مازال عندي، دابا غير غندير غيتاكتيفي ليا المود ديال المغرب. عرفتي وحق الله الا جاني الشعور ديال قطر، دابا يا جاني الشعور ديال قطر، خاصك كنشوف كنتي نافس المغرب وهز الرايه وداك الشيء كنفرح. صافي المهم دابا حنا غادي للتيران، غير خصنا نتمشاو واحد شي 20 دقيقه على رجلينا. ومع هاد الطريق بالضبط وفين ما درتي كتلقى رايات المغرب والناس غاديين فرحانين، جاتني الاحساس ديال قطر بالضبط. وكل ما غادي وانا كنقرب للستاند وانا غادي الحماس وانا غادي كيتزاد فيا، يعني غنفكر دوك الاجواء وانا نعيش دوك الاجواء كاملين. فكنوريكم لي زيتاب كيفاش كندخلوا وداك الشيء كامل باش تشوفوا بحال راكم نتوما تماكن. وغير دخلنا هذه الاجواء اللي كانت، الحماس كان بادي واخا حنايا وصلنا قبل. تخيلوا دابا 7:30 وما غادي يبدا حتى 10، يعني ما درتش هذيك السوايع. بداو التسخينات، عرفتي شحال من حاجه الجو، علاش المغرب ناضت مضاربه كيقولوا لهم سير. وما كانتش هذه اول ولا اخر مضاربه، حيت ملي دخلنا حتى خرجنا هما كنوضوا المضاربات على البلايص، حتى شي واحد ما كيحترم الرقم ديال البلاصه ديالو اللي كاين في الكرسي ديالو اللي كيلقاه في التيكي، فكل واحد غادي يجي يجلس بلاصتو. هما لا، فين ما جا كيجلس، وملي كيجي صاحب البلاصه كيبغيو ينوضوا الناس اللي كيلقاوهم جالسين فكيتناقشوا ما بيناتهم، وما كان حتى شي واحد اللي كينظم البلايص داخل الملعب بحال اللي كانوا في الموندياليتو كاس الانديه. فهذا الشيء اللي نتج عليه انه كانوا مضاربات وكانوا الناس كيجلسوا في الارض. الله يسامح الله يسامح الله يسامح ومن موراها واحد شويه دخلوا اللعابه باش يسلموا علينا ويشيروا علينا ويقولوا لنا السلام عليكم، وحتى حنا حييناهم بطريقتنا. خرجوا اللعابه مره اخرى، ولكن هذه المره باش يديروا التسخينات، ومن موراها سقاو الملعب وبداو الناس كيقادوا في التيفو اللي غادي يطلع ملي غادي يكون النشيد الوطني. دابا غادي يديروا لنا واحد التيفو فما غاديش تشوفوه حنايا. هذا التيفو اللي فوق منا كيف ما كتشوفوه هو هذا مجموع ما غادي تطلق حتى يعطيو هاد الناس الاوكي اللي هما هاد الدراري اللي كيبانوا لكم هنايا، هما كيتمشاو هما اللي كيسيروا وكيقادوا الامور. هذا بالنسبه للتيفو اللي كاين فوق منا. التيفو الاخر اللي غادي يطلع واحد اخر هنايا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا، واحد الخيوطه هابطين صغارين هما هادو كيكونوا معلقين في هذا الخيط الكبير اللي كاين هنايا.
باش هما كيعطيو الاوكي، وحدين كيكونوا لتحت كيقادوا داك الخيوطه باش كيطلع هذا بشويه، باش غادي يولي النتيجه النهائيه اللي غادي تشوفوها في الاخر، وغادي نوريها لكم حتى انايا. من مورا ما دخلوا اللعابه وبداو النشيد الوطني، فها نتوما كيف ما كتشوفوا كيبداو كيطلعوا في التيفو هكا شويه بشويه. و ها هما كيف ما كتشوفوا الدراري اللي لتحت هازين رايات بيضين وحمرين، حيت هما مفرقين على هادو اللي الفوق شنو غادي يهزوا. وهنايا بدا كيهبط علينا هذا، وما بقينا كنشوفوا حتى شي حاجه. لكن نتوما كنتو كتشوفوا هاد النتيجه، انا صراحه عجبني، وانا لتحت كنت دايره بحال هكا ما عرفاش راسي كيفاش كيبان داكشي وكيفاش دايره النتيجه. هادشي من اللي فوق منا، والجهه الاخرى كانت بحال هكا. وجا وقت النشيد الوطني. مورا ما سالينا النشيد تجمع التيفو كيف ما تطلق. وهنا كان التيران كامل كيصفق وكيحيي على الدراري اللي كانوا هما السبب في هذه النتيجه ديال التيفو والنظام اللي كان فيه. وهنا دزنا المعقول وجا صفيره الحكم وبدا الماتش. وملي كنقولوا بدا الماتش فكيبدا التركيز ديالي مع الماتش. وي هادي انا والله يحسن عوا الناس كيكونوا جالسين حدايا، حيت ما كنقدرش نتفرج وانا ساكته، ضروري خصني نهضر ونعطي الملاحظات ديالي. واكيد كل ما يقرب الخصم المرمى ديالنا كيوليو هاد الاصوات. واخا غير وديه ولكن ريتمي. هادو راه تيكرهوا في الدراري ديالنا حداها لي يا العريوه. ايش ما كاينش هاد الامبيونس اللي كانت في قطر ما كتسكتوش شويه. الجمهور حسيت به ما سخونش بزاف، ما متحمسش بزاف، ما تيغنيش بزاف، باغيين يتفرجوا باغيين يستمتعوا ولا جاعوا. حيت راه فطرنا قبيله، درنا زيت التجاره هنايا. الان عند بوسفريطه، مي بوسفريطه قريبه 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 قريبه. لا سطرازان لا على السما حسيت براسي ما كاينش الطاقه كنهضر ببالي. فرقونا كل واحد فين مشى جلس. وهذه الفرحة جا الهدف الأول في مرمى البرازيل. انا فهاد اللحظه تنقول شكون حدا حيت هاد الثلاثي شيبو لعبوا معاهم البرازيل. ماركاو علينا 1-1. ما داروش طيحه ما صافي. بارك عليكم التسعينات. الدراري دابا اكتيفا وين على شهدنا بدو تقطع حبسوا اللعب. علي كذا كنضربوا كاس العالم بدو تقطع. خا غير الهيها شاعل هنايا طفى. وهذه كانت الفرحه ديال الهدف الثاني. وراك عيقتي اخويا عيقت. قبيله هو كيضرب
راه غادي يطرح. وماشي غير عندنا في المغرب، كيطرا في جميع بلدان العالم كاملين، حيت كاينين شي وحدين من الجمهور اللي كيكونوا متعطشين ولا كيحبوا هذاك الشخص اللي هو كيلعب لتحت في الملعب وكيشوفوه قرب ليهم، فكيبغي يدير المستحيل باش انه ينقز ويمشي عندهم وزعما يسلم عليه ولا يقرب ليه. لكن بحال هذا الشيء ما خصوش يطرا، وخصوصا في هذه الوقيته اللي حنايا طامعين في اننا ننظموا كاس العالم، فخصنا نبينوا باننا حنا مستعدين. يعني في هذه المباراه بالضبط كان خصو يكون الامن وخصو يكون النظام اكثر، بحال اللي كان في كاس الانديه اللي انا حضرت ليه، وحضرت المباراه الافتتاح ومباراه النهايه، وشفت النظام اللي كان فيه المدرجات والملاعب كاملين. وهكا يكون سالا الماتش ديالنا وخرجنا غادي لديورنا، ولكن ما زالتش الفرحه ديالنا وغاديين وكنغنيو وحنا ناشطين. الطريق اللي جينا منها عاودنا رجعنا فيها، واخا كان زحام كيف ما كتشوفوا، ولكن الناس تبارك الله عليهم كانوا منظمين، وكانوا العائلات غاديين في الطريق ديالهم. واللي لاحظت انه جاو من المغرب كامل باش يشجعوا الفريق الوطني ويتفرجوا فيه ويعيشوا المتعه الصراحه اللي عشناها في الملعب. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، نقول لكم ما تنساوش تخليو لايكات، تديروا لي كومونتير ديالكم. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي.